السيد الرئيس، السادة القضاة الأجلاء، إنه لمن دواعي السرور ونحن بصدد تنصيب السيد المعطي الجمالي والسيد حمزة الإدريسي العيدي في منصبيهما الجديدين أن نرحب بهما بين كافة مكونات هذه المحكمة بصفة عامة وبين أعضاء النيابة العامة بصفة خاصة، متمنين لهما السداد والتوفيق في أداء رسالتهما الثانية. وإذ تدرك هذه النيابة العامة جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، فإنها تلتزم بأن تظل حصنا منيعا لحماية الحقوق وتحقيق العدالة في تكامل وانسجام بين جميع مكوناتها، مستلهمة قيم الجدية والتفاني ومستندة إلى مبادئ النزاهة والحياد، مسترشدة بمنهاج مدونة الأخلاقيات القضائية. وإننا في هذه النيابة العامة سنمد أيدينا للنائبين الجديدين عاقدين العزم على أن نكون رحلة واحدة، ونحثهما على التحلي بروح المسؤولية والانضباط والقيام بالواجب الملقى على عاتقهما على أتم وجه، مستحضرين في ذلك قيم النزاهة والشفافية واحترام الواجب المهني. فغايتنا هي خدمة هذا الوطن العزيز بروح المسؤولية ونكران الذات، مجندين خلف القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والنصر، حريصين على أن تظل العدالة مرارة يستضاء بها وسندا لكل من ينشد الحق والإنصاف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. في الختام أتقدم لكم بجزيل الشكر على تلبيتكم الدعوة لحضور هذه الجلسة الرسمية التي صادفت هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، راجيا من الله العلي القدير أن يعيده عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. باسم جلالة الملك تبقى القائمة نرفع الجلسة.